فيلم بيت 3D. تسونامي خطير بيضرب مدينة كاملة وبيغرقها، ومش بيفضل غير عدد قليل جدا من الأحياء محاصرين بأسماك القرش من كل اتجاه. بيبدأ فيلمنا في استراليا على شاطئ من شواطئ البحر، وبنشوف روري رايح يصحي صاحبه جوش من العربية، وبنفهم من كلامهم إن جوش هيتجوز تينا أخت روري قريب. فبيفوق جوش وبيروح للشاطئ عشان يقعد مع تينا شوية. بعد شوية بنشوف جوش وهو قاعد مع تينا، وتينا بتعرفه إنهم بعد ما يخلصوا المصيف هيسافروا لسنغافورة. في الوقت ده بنشوف روري اللي خد لوحة تلج ودخل لمية البحر، ومش بياخد باله من ظل كائن عملاق كان معدي من تحته. بنشوف واحد من السباحين اللي في المية بيتسحب فجأة، ومش بيتبقى من الراجل ده غير آثار الدم على وش المية. مراقب الشاطئ بيلاحظ اللي حصل للسباح ده من بعيد، فبيشغل المراقب جهاز الإنذار وبيعرفهم إن مفيش قرش في المية. وجوش بيلاحظ إن صاحبه لسه جوه المية، فخد جوج موتوسيكل البحر ودخل المية بسرعة عشان يلحق صاحبه. وبتفضل تينا تحذره ما يدخلش المية، وفي نفس الوقت كانت مرعوبة على أخوها اللي في البحر. جوش بيحاول يحذر صاحبه من بعيد إن في سمكة قرش في المية، لكن روري ما كانش سامع منه ولا كلمة. وفجأة سمكة القرش بتنط من تحت لوحة تزلج وبتكسره وبترمي روري في المية. فعلى طول جوش راح يمسك إيد صاحبه وحاول يطلعه على الموتوسيكل، لكن للأسف القرش سحب روري تحت المية وخلص عليه، ومش بيتبقى منه غير آثار الدم. بعد سنة من اللي حصل ده بنشوف جوش في بيته. جوش انفصل هو وتينا عن بعض، وده لأن جوش فضل حاسس بالذنب إنه ما قدرش ينقذ صاحبه. وكان جوش فاتح على التلفزيون وهو بيعمل الفطار. جوش بيسمع أخبار البحار وبيعرف إن في هجمات من القروش على الشواطئ، وده اللي خلاه يحزن لأنه افتكر روري. جوش بعد ما بيفطر بيخرج للشارع عشان يروح شغله. فضل جوش ماشي ولاحظ إن الطيور كلها جاية من ناحية البحر بشكل غريب جدا. في مكان تاني بنشوف 2 في عربية شكلهم مريب، وكانوا واقفين عند محل وبيخططوا يسرقوه، لكن شافوا الشرطة في كل مكان فقرروا يغيروا المكان. بنرجع لجوش اللي وصل لمكان شغله وكان شغال في هايبر ماركت. بنشوف زبونة من الزباين اسمها جيمي كانت بتسرق الحاجات من على الرفوف، لكن كان حارس الأمن واخد باله كويس منها. لكن جيمي بتاخد بالها من الحارس وبتطلع تجري وبتدخل أوضة المراقبة وبتستخبى، وبالصدفة بتلاقي حبيبها ريان شغال في المكان، فبتجري عليه بسرعة وبتحضنه. لكن فجأة مدير المكان والأمن بيدخلوا عليهم. المدير طلب تفتيش جيمي، فريان طلب من أوليز المدير يخصم كل حاجة سرقتها من مرتبه، لكن أوليز صدمه وعرفوا إنه مطرود أصلا، وإنهم هما الاتنين هيفضلوا هنا لحد ما الشرطة توصل. عند جوش كان شغال بشكل طبيعي وبيتكلم مع صاحبته نعومي، لكنه فجأة بيسمع صوت مش غريب عليه، وبيبص جنبه وبيطلع إنه صوت تينا اللي ما شافهاش من سنة كاملة، وبتطلع إنها كانت بتتسوق مع ستيفن حبيبها الجديد. وبيتكلم جوش شوية مع تينا، لكن أوليز بيجي وبيأمر جوش ينظف الحمامات، فبيتحرك جوش وبيروح. بنشوف الاتنين اللي كانوا في العربية وعايزين يسرقوا محل وصلوا الجراج الهايبر ماركت اللي شغال جوش فيه، وكان واحد منهم اسمه دوي والتاني دين. بيوصل شرطي من الشرطة وبيكون ده تود والد جيمي، بياخد تود بنته عشان يمشوا، وفي طريقهم لجراج العربيات بيفضل يديها في دروس عشان تحسن من أخلاقها وما تسرقش. لكن جيمي ما كانتش مهتمة أصلا وركبت العربية. لكن تود قبل ما يركب لاحظ واحد من المجرمين داخل الهايبر ماركت وهو مسلح، فبياخد تود هو كمان سلاح من عربيته وبيروح ورا الراجل. بنشوف الراجل المسلح اللي دخل الهايبر ماركت وكان دين راح لمكتب المدير ودخل من غير ما حد يلاحظه ورفع سلاحه على المدير وأمره يجيب كل الفلوس اللي في الخزنة. لكن أوليس بيوريه الخزنة وإنها ما فيهاش فلوس، فبياخده دين وبيخرج بيه وهو مهدده بالسلاح عشان يخليه يجيب الفلوس اللي عند الكاشير. لكن تود كان شايفه وعامل له كمين، وبيقدر تود يثبت دين بالسلاح بتاعه. لكن دوي ظهر هو كمان وكان ماسك واحدة كراهينة. بنشوف ريان هو وجيمي مع بعض في جراج العربيات، وريان كان زعلان إنه فقد الشغل الوحيد بتاعه، فبتحس جيمي بالذنب ودخلت للهايبر ماركت عشان تتكلم مع المدير. بنشوف جوش وهو في الحمام وبيلاقي المية بتروح وبتيجي بضغط عالي، وفجأة بيسمع صوت طلقة وبيخرج بسرعة من الحمام. جوش لقى إن دوي خلص على واحدة وتينا تحت تهديد سلاحه. فجأة المكان بيبدأ إنه يهتز ويحصل فيه زلزال. عند الشاطئ بنشوف مية البحر وهي بترجع لورا بعيد عن الشاطئ، وفجأة المية بتعمل تسونامي كبير جدا بيدخل على المدينة، وحرفيا التسونامي ده غرق كل حاجة في المدينة، وكمان المية دخلت جوه الهايبر ماركت. وبنشوف ريان اللي كان في عربيته وفجأة مية التسونامي ضربته، وكمان كان في 2 متجوزين في عربية جنبه برضو المية ضربتهم. بعد ما التسونامي بيهدى والمية بتهدى بنلاقي الهايبر كله اتدمر، وبيخرج جوش من المية وبيلاقي عدد قليل جدا من الناس أحياء. جوش بيساعد تود وبيخرجه هو وستيفن من المية، وبيحاول جوش يخرج الحديدة اللي دخلت جوه رجل تود. فطلب جوش من ستيفن يدور على أي إمدادات تساعده عشان يوقف جرح تود. وفي الوقت ده بتشوف جيمي والدها وبيخرجها جوش بسرعة من المية،
وبتفتكر كمان إن حبيبها ريان في جراج العربيات وكانت هتروح عشان تلحقه، لكن دين عرفها إن أكيد كل اللي في الجراج ماتوا من المية. وبتحزن جيمي على ريان. جوش بيلاقي تينا في المية ومصدومة من اللي حصل، فبينزل يلحقها وبياخدها عشان يطلعوا فوق الرفوف مع باقي الناس. تينا قبل ما تطلع بتشوف جثة بتتسحب تحت المية ومش بتفهم إيه اللي سحبها. ستيفن وهو بيدور على الإمدادات بيلاقي شخص لسه حي. بنرجع لجراج العربيات اللي بقى متدمر وكله مية. بنشوف إن عربية الزوجين ما دخلش فيها ولا نقطة مية، لكن كانوا خايفين لأنهم حاسين بحركة جنبهم، فبيبصوا هما الاتنين وراهم وبيتصدموا لما بيلاقوا جثة. بنشوف إن ريان لسه حي وإنه في عربيته برضه ما دخلهاش مية، لكن ريان قرر إنه يخرج عشان ينقذ نفسه وبالمرة يدور على ناجيين. وبيكسر ريان إزاز الشباك وبيخلي المية تدخل للعربية، وبعدها هو بيخرج. بيقدر فعلا ريان يطلع لفوق المية وبينادي على الناجيين، لكن محدش بيرد عليه. فجأة في حاجة بتعدي تحت رجل ريان وبتوقعه في المية، فبيطلع بسرعة ريان من المية وهو مرعوب ومش بيكون عارف اللي حصل له. فوق عند جوش كان بيعتني بجرح تود، وبيتكلم أوليز وبيعرف كل الناس إن المية بيعلى منسوبها بشكل تدريجي ولو فضلوا هنا هيموتوا ولازم يشوفوا حل. جوش بيقول لهم إنه مش هيعرف يروح يدور على مخرج ويسيب تود في حالته دي، وعشان كده جوش قال لهم حد فيهم يتطوع ويدور على مخرج. فنزلت تينا وستيفن وراحوا يدوروا. دين عرض على جوش إنه يروح ويتأكد من مخرج البضائع لو في باب هناك يخرجهم، لكن اتدخل تود وعرفه إنه مش هيروح لأي مكان، وأمر تود بوب راجل الأمن إنه هو اللي يروح ويتأكد. في جراج العربيات كان الزوجين لسه في عربيتهم وخايفين، وكان كلبهم مركز مع حاجة في المية وقاعد ينبح عليها. ريان بيطلع على العربيات وبيلاحظ حاجة بتتحرك في المية. جوش هو كمان بيلاحظ حاجة بتتحرك تحتهم في المية، فنبه جوش الكل إنهم يخرجوا حالا من المية. ستيفن وتينا خرجوا بسرعة من المية، لكن بوب ما كانش لحق يخرج، وفجأة حاجة سحبته تحت المية والكل اترعبوا لما سمعوا صوت صراخ بوب. لكن فجأة بوب بيخرج من المية وبيطلب من جيمي تساعده. بتحاول جيمي على قد ما تقدر تلحقه، لكن في حاجة تحت المية بلعت كل جسمه وما تبقاش منه غير دراعه اللي في ايد جيمي. وكلهم طبعا اترعبوا جدا من المنظر، لكن المشكلة الأكبر إنهم لقيوا طول الكائن ده 7 متر، وده اللي أكد لجوش إن دي سمكة قرش وحذرهم كلهم. بنرجع لريوان اللي كان بيدور على أي مخرج يهرب منه، ومع الزوجين اللي لسه في عربيتهم كانوا بيتخانقوا مع بعض. وطلب سويل الزوج من هيزر زوجته الكوتش بتاعها عشان يكسر بالإزاز، لكن هيزر فتحت له فتحة السقف وخرج سويل من فتحة السقف ولقى ريان، فطلب منه سويل يلحقهم. وريان وهو قعدوا يتكلموا عشان يعملوا خطة يوصلوا بيها لبعض، لكن فجأة بتحذر هيزر جوزها إن في سمكة قرش، فبينزل على طول سويل من فتحة السقف وبيقعد جنب زوجته، وسمكة القرش خبطت إزاز العربية وكسرت جزء منه. عند المجموعة اللي في الدور اللي فوق كانوا بيفكروا في حل للموقف اللي هم فيه حاليا، لكن حصلت مشكلة تاني وسلك الكهرباء وقع وكان فاضل له تكة ويلمس المية، ولو طبعا السلك لمس المية كلهم هيموتوا. فعرفهم جوش إن سكينة قفل الكهرباء في المستودع اللي قدامهم، وكان جوش هينزل في المية عشان يروح يقفل الكهرباء، لكن تينا منعته وقالت له ما يروحش. فاتطوع ستيفن وقرر إنه يروح، وكان عنده خطة. ستيفن قبل ما ينزل المية حط على جسمه حديد بالكامل عشان القرش ما يقدرش يقرب له، وبيحط ستيفن خرطوم في بقه عشان يتنفس بيه وبينزل للمية. وبيمسك جوش الخرطوم لستيفن وبيقابل ستيفن القرش في طريقه. القرش بيفضل باصص له شوية وفي الآخر بيسيبه. بعد ما ستيفن بيتحرك وبيوصل للمستودع بتكون سكينة الكهرباء قدامه، لكن المشكلة بقى إن الخرطوم اللي بيتنفس منه بيكون قصير ولازم ستيفن يشيل الخرطوم عشان يتحرك ويقفل السكينة. ستيفن بيقرر إنه يخلع الخرطوم وبيروح يشد سكينة الكهرباء، وفعلا قدر يفصل الكهرباء عن المكان وحاول يطلع فوق المية عشان يتنفس، لكن لما حاول يطلع للسقف ويتنفس كان الحديد اللي لابسه مش مخليه عارف يطلع فوق المية. فقرر ستيفن الاستسلام وبيقع ميت. تينا لما بتعرف ان ستيفن مات بتقعد وهي حزينة. بتحاول جيمي تهون عليها، لكن تينا كانت حزينة جدا على ستيفن. نعومي ودين قدروا انهم يصنعوا رمح عشان يدافعوا بيه عن نفسهم. في الوقت ده كان جوش شاف فتحة التهوية اللي في السقف وكان في باله ان ممكن دي تكون المخرج ليهم. عند ريان عمل خطة عشان يجذب القرش اللي عندهم عنده، وقطع ايد جثة ميتة جنبه وحطها في المية، والقرش شم الدم وبعد عن عربية الزوجين وعام ناحية الدم، وده اللي خلى سويل وهيزر يخرجوا بسرعة من العربية ويعوموا بسرعة في المية. ولما القرش شافهم بيعوموا في المية لفلهم تاني، وعلى آخر لحظة قبل ما القرش ياكلهم قدر سويل يطلع هيزر على عربية تانية مقلوبة في المية. وقبل ما يطلع سويل القرش كان بيقرب منه جدا، فرماله سويل الكلب بتاع هيزر وطلع بسرعة جنب هيزر على العربية. وفي الدور التاني عند المجموعة كانوا جابوا حبل ورموه على فتحة التهوية، واتطوع أوليز إن هو اللي يطلع من الفتحة، ورفعوا دين وجوش بالحبل ووصل أوليز جوه الفتحة وقدر يفتحها، لكن بيلاقي عدد كبير جدا من العناكب جوه، واترعب أوليز وكان هيقع في المية، لكن توازنه رجع وفضل ماسك في الحبل.
وفجأة بتنط سمكة القرش من المية على جسم أوليز وبتقسمه نصين، وبيقع جسم أوليز في المية، ووقعت تينا هي كمان، وقبل ما القرش ياكلها بتلحق تطلع، وكلهم طبعا بعد اللي حصل ده كانوا مرعوبين. بنرجع لريان والزوجين في الجراج، وكان هيزر زعلانة جدا إن سويل رمى كلبها وخلص عليه، وحاول سويل يبرر موقفه، لكن زوجته فضلت زعلانة. وكان ريان بيحاول يشوف مخرج في أي مكان وملقاش، وقرر ريان إنه يتحرك على المواسير اللي في السقف، وقبل ما يطلع على المواسير الكشاف اللي معاه بيقع في المية، فبينزل بسرعة ريان وبيجيبه وبيطلع. ريان بيعمل خطته وبيتحرك على المواسير اللي في السقف، وكان القرش تحته بالظبط ومستنيه يقع ولا يعمل أي حركة غلط. وفجأة بتتزحلق رجل ريان وكان هيقع، وللأسف فعلا ريان بيقع في المية. القرش مش بيلحق ياكله لأنه سويل وهيزر لحقوه قبل ما يتاكل وطلعوه على العربية. سويل وهو بيطلع ريان مع زوجته بيتزحلق بالغلط لورا وبيقع في المية، ومش بتلحقه زوجته وريان، والقرش بيقطع سويل قدامهم. عند المجموعة في الدور اللي فوق كانوا يائسين جدا ومستنيين الموت، لكن دينا الوحيد اللي فضل يشجعهم واداهم عزيمة انهم يخلصوا على القرش، وكان محتاج خطاف من اللي في المية ناحية مكان الكاشير، فاتطوع تود انه يروح ويجيبه. لكن جيمي ما قدرتش تخلي ابوها هو اللي ينزل، وعلى طول نطت في المية، وكان القرش ورا جيمي، لكن جيمي كانت اسرع منه. جيمي لحقت تدخل في المنطقة اللي الكاشير بيقعد فيها، والقرش لما حاول يهاجمها ضربته على راسه وخلته يبعد. بتجيب جيمي الخطاف وبتربطه في الحبل الدين، وبتربط فيه قطعة لحم كبيرة عشان يستخدموها طعم للقرش، وبعد كده بيسحبها دين وبيقدروا يطلعوها من المية. بعد شوية بيبدأ جوش في عمل الطعم والخطاف للقرش، وبتلاحظ تينا في رقبته السلسلة بتاعت أخوها روري، وعرفها إنه عمره ما نسي صاحبه من يوم ما مات، وإنه كل الفترة دي كان حاسس فيها بالذنب، وبيعتذر لها لأنه سابها وهي ملهاش دخل بحاجة. وبعد كده بيرموا الخطاف باللحمة في المية، والقرش بيعدي من جنب اللحمة ومش بيديها أي اهتمام. وقال واحد في المجموعة اسمه كيربي إن أكيد القرش عايز لحم بشري، وفجأة بيطلع كيربي مسدس من جيبه وبيمسك نعومي وبيهدد اللي هيقرب منه هيخلص عليه. وبيظهر كيربي معرفته بدين، وبيطلع إن كيربي هو دودي المجرم اللي المفروض ميت في المية، وبيطلع إنه غير هدومه مع جثة عشان محدش يكشفه. رمى دودي نعومي في المية للقرش، وبيرفع سلاحه على جوش عشان ما يقربش منه، لكن فجأة دودي بيطعنه من ظهره بالرمح، وبيطلع اللي عمل كده دين، وبيطلعه بسرعة نعومي من المية، وبيحط دين الخطاف في جسم دوي وبيرميه مكان نعومي، وبنشوف القرش جاي وبياكل دوي، والخطة بتنجح والخطاف بيدخل جوه بق القرش، وده اللي هيخليه ثابت في مكانه ومش هيقدر يعوم وراهم. عند ريان وهيزر كانوا لسه على العربية، وفجأة بيجي من وراهم الكلب بتاع هيزر، وبيطلع إنه لسه عايش، وبيعوم الكلب لحد هيزر، وهيزر بتبقى فرحانة جدا إنه لسه حي. وبتيجي الريان فكرة وبيمسك حديدة وبيفضل يخبط بيها على المواسير، والصوت بيوصل للمجموعة اللي في الدور اللي فوقهم، وبتتأكد جيمي إن ده ريان وإنه حي. جيمي بتنط في المية عشان تروح تنقذ ريان، وبينط جوش وراها عشان يلحقها. بيطلب تود من جوش ياخد باله من بنته، وبتودعه تينا كمان، وبيديلها جوش سلسلة أخوها. جوش بيروح ورا جيمي وبيقفلوا الباب اللي عند المجموعة عشان نسبة المية ما ترتفعش أكتر عليهم، وبيفتحوا الباب اللي عند الجراج، والمية اللي كانت عند السلم بتدخل على الجراج، وبتلاقي جيمي ريان، وبيحذرها ريان وهيزر بسمكة القرش. فعلى طول جوش بياخد جيمي وبيطلعوا فوق عربية من العربيات على آخر لحظة، وبتطلع إن دي عربية والد جيمي، وبتعرفوا جيمي إن في بندقية في العربية لازم يجيبها ويخلص بيها على القرش. بينزل للعربية وبيجيب البندقية منها، وبيطلع يحط فيها طلق، وبينزل للمية عشان يخلص على القرش، وبيقرب القرش منه وبيفتح بقه، وقبل ما القرش يبلعه كان جوش مخلص عليه. بنشوف المجموعة التانية اللي وصلت عند المخرج، ولقيته مسدود بعربية، وبيوصل دين العربيات بالكهرباء عشان يبدأ يفجرهم، لكن بيحصل زلزال في المكان وبيكون سببه القرش اللي مربوط بالخطاف. والقرش بيحاول يحرر نفسه، وفعلا بيقدر يشيل الخطاف من بقه. وبيلاحظوا جوش وبيقرر انه يقتله بنفسه، وبيحذر الكل انهم يطلعوا من المية. جوش لما بيدوس على زرار البندقية بيلاقيها مش بتضرب بسبب المية اللي دخلت لها، فقبل ما القرش يجي عنده بينط جوش على المواسير اللي في السقف وبيعلق جسمه فيهم. بيطلع جوش مسدس الكهرباء بتاعه وبيضربه على القرش، وبنشوف القرش وهو بيتكهرب في المية وبيموت. وبيشغل دين الكهرباء اللي في السلوك وبيفجر العربيات اللي سد المخرج، وكل العربيات بتنفجر والمخرج بيتفتح لهم، والمجموعة بتخرج وبتشوف الدمار اللي حصل في المدينة، وإن التسونامي دمر كل حاجة حرفيا. وفجأة بيلاقوا طيارات هليكوبتر فوقهم بتنقذ الناجيين، وبكده بتكون المجموعة قدروا إنهم ينقذوا نفسهم ويخرجوا أحياء من وسط القروش اللي كانت في المكان. وهنا بنكون وصلنا لنهاية فيلمنا. شكرا على المشاهدة وسلام يا صديقي.